السلام عليكم يا شباب، ازيكم اخباركم ايه؟ رمضان فايبس تاني. خلينا نشوف بقى ايه الفايبس اللي عندكم النهارده. كل سنه وانتم طيبين، ماشيين كويس في رمضان؟ طيب. الحمد لله. الحمد لله. طيب قلتوا لي اختار سؤال. اعتقد السؤال اللي كان على بالي ممكن يفتح دردشه حلوه، هو انت ايه اللي شاغل بالك في رمضان؟ ايه الحاجه اللي يعني كل ما تيجي تفكر تلاقيها بتطلع لك؟ ايه يا حمص معاذ، مين هيقول لنا؟ يعني انا بيشغلني قوي لو حد ما عندوش وقت في رمضان او يعمل ايه في المشكله دي، بالذات ان الشغل مش بيقف في رمضان ولا الدراسه. دراسه فلو اتكلم عن تجربتي انا، مثلا السنه اللي فاتت كانت اول سنه ليا مع الجامعه مع رمضان. صحيح. فالموضوع كان صعب شويه، ما كنتش عارف اعمل ايه، بالذات كمان ان الميد تيرم جه في العشرة الاواخر. يا نهار ابيض، فكانت مشكله بالنسبه لي، ويعني مش عارف ايه حلها او كده. يعني وما زالت طبعا تاني سنه، صح؟ تاني سنه دي. يعني كان الله في عونك طبعا. بس قول لنا كده طبعا على حاجه نفعت مثلا وحاجه ما نفعتش، يعني ايه اللي كان بينفع معاك وايه اللي ما كانش بينفع؟ اظن التراويح كانت صعبه قوي، بالذات في انك تنزل بقى وتروح الفتره الاخيره والامتحانات وكده. كانت صحيح. النزول كان صعب، وكمان كنت بحس ان انا مش حاسس برمضان قوي، حاسس ان هو شهر عادي، بذاكر وبروح الجامعه وامتحانات، فحاسس ان هو شهر عادي مش شهر مختلف. يعني مش حاجه نفعت خالص ولا في حاجات كنت حاولت شويه في موضوع، او نفع معايا يعني موضوع ان انا اركز في الاوقات اللي هي البينيه، او اللي هي انا مش حاسبها قوي في المذاكره او كده، زي المواصلات، وقت بين محاضره وقت بين امتحان كده. لو احنا عندنا مواصلات يعني محترمه. انا ساكن في مايو والجامعه بعيده، كمان يعني في مواصلات بحاول استغلها وكده. تمام. بس ايه بقى بس يعني ما حسيتش برضو قوي يعني برضو مفيش فايده. طيب تمام ماشي، خلينا نسمع معاذ كده وبعدين نظبطها مع بعض، نشوف ممكن نعمل ايه. وانت يا معاذ ايه اللي شاغل بالك في رمضان؟ والله انا الحمد لله خلصت الجامعه، فانت عمال تغيظ وانا واخده مشكله المترمات دي ما بقتش موجوده. بس وكنت متخيل بصراحه ان بعد الجامعه الحياه هتبقى اسهل، من حيث ان انت هتبقى شغال بس ماسك وقتك ودنيتك ان انت المسؤول عنها. بس حسيت ان لا، ان انا رمضان داخل علينا اهوت ولسه الشغل مش عارف هخلص امتى، الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. انت سنه اولى شغل بقى؟ سنه اولى شهر رابع شغل يعني كمان ما كملناش السنه. بس حاسس ان هتبقى تحدي كده. بعد المغرب الدنيا هتبقى المفروض لذيذه، هيبقى في وقت ننزل نصلي التراويح، نصلي التهجد، الكلام ده هيبقى في وقت. مشكلتي كلها او الشاغل تفكيري الفتره دي ان احنا المشروع بتاعنا بتاع رمضان ديليفري هنعمل فيه ايه. رمضان ديليفري، صح. بس يعني احنا الحمد لله بقى لنا 12 سنه شغالين فيه، ومش عايزين السنه دي بقى صحيح نقصر معاه. بس بصراحه المشروع ده انا نفسي الحقيقه انك تقول لشبابنا وكل اللي بيسمعونا، تدينا نبذه كده المشروع ايه بتاع رمضان ديليفري ده. هو رمضان ديليفري جاي من اسمه، هو فكرته ان احنا بنعمل افطار في رمضان بس بشكل مختلف شويه عن الناس متعوده عليه. احنا ما بناخدش فلوس، ما بناخدش شنط رمضان. تمام. احنا بناخد وجبات، هي حاجه شبه الدليفري اللي انت بتطلبه. احنا بنجيلك البيت، نديلك اطباق فاضيه قبل المغرب بساعتين، وبعد كده نجيلك قبل المغرب بساعه تكون انت خلصت طبيخك، اللي انت ما بتطبخش حاجه مخصوصه اللي انت هتطبخه النهارده. تمام. احنا بنعدي عليك قبل المغرب بساعه، بتكون غرفت طبق، غرفت طبقين على حسب كل واحد ومقدرته وهو حابب يشارك بقد ايه. بناخد الاطباق دي بعد ما تكون اتغرفت وبنوديها لناس في بيوتها، بنحسبهم اغنياء من التعفف، يعني بنسال عليهم وبنعمل نشوف مش لاي حد، مش لاي حد، لا ما بنوزعش على الناس كلها، بنوزع على قد ما نقدر على الناس اللي بنحس انها تستحق فعلا. جميل. وبنودي لها الوجبات لغايه عندها. حلو قوي يا معاذ. يعني بصراحه انا طول عمري معجبه بالمشروع ده، ربنا يتقبل منكم. وبتقول كمان بقاله كام سنه؟ بقالنا 12 سنه الحمد لله. ما شاء الله. ده وانت يعني صغير وما بتسوقش بقى. عدينا على تحديات كتير، من اول ما ان احنا معناش عربيات، فكان معانا الجيل الاكبر مننا اللي كانوا بادئين معانا في المشروع، كانوا احنا بنلف على البيوت وهم بيوصلونا. وبعد كده مع الامتحانات والجامعه والمترمات دي كانت برضو تشالنج بالنسبه لنا. صحيح. ودلوقتي اهوت مع الشغل هنشوف. انت بتفيدني قوي بصراحه لما يكون في عزومه وفي حاجه يعني كانت منها على طول بقى محضره الاطباق بس انا بصراحه بص، وفي سؤال انا قلته لك زمان بس انا حابه الحقيقه اشرك الشباب اللي يسمعونا. هو انت بتروح تدي طبق الفويل لغايه عندهم وترجع تاخده تاني؟ ده رقم 1. رقم 2، واخد بالك يا حمص بيقول لك انا بروح عشان اخد وجبه، وانا ما زلت الموضوع ده مهنك معايا. يعني ازاي رايح كل دوت وبنزين عربيه وانتوا مشغولين اصلا ورايح عشان وجبه؟ تعملوها ازاي يا معاذ؟
والله يا دكتور هو الموضوع بيبقى صعب، وخصوصا مثلا لو حد كلمنا ساكن بعيد شويه عننا وبيقول لي وجبه واحده بنحسها تقيله. بس احنا خدنا القرار بتاع ان احنا مش هنقول لحد لا، لو في مقدرتنا ان احنا نوصل له او نودي الوجبات قبل المغرب هنروح. ده رقم واحد. رقم اتنين، محدش عارف الوجبه دي هتبقى فتحة خير علينا ازاي في عدد الوجبات اللي هتيجي من وراها. ده رقم واحد. رقم اتنين، بنحط دايما في دماغنا ان الوجبه دي هو في حد هيفطر بيها. يعني هي الوجبه دي مش هتروح لاي حد، لا في حد هيفطر بيها. فالحد اللي هيفطر بيها ده يستاهل ان احنا نروح له المشوار ونجيب له الوجبه ونوديها له لغايه عنده. هو الموضوع بيبقى صعب وكل حاجه، بس بنحاول فيه يعني. بحس ان اكتر مشكله معانا ان احنا ساعات بنستقل قوي، يقول لك ده قليل، مش عرفك اصلا البركه جايه منين. ساعات الواحد بيقول يا رب اللهم اني اسالك بلحظه، ممكن تبقى لحظه واحده بس فيها البركه كلها، لحظه من لحظاتك الغافرات المنجيات الحافظات. فبصراحه موضوع وجبه ده انا شك ان انا ممكن اعمل كده، اقول ايه لا خليها نطلع علشان 8 أو 10 بس. ما شاء الله ما شاء الله، يعني انا دايما معجبه بالشباب انهم بيفكروا كده، ان هو حد عارف الحاجه البسيطه دي ممكن يبقى ليها اثر وبركه عامل ازاي. رابط انت الموضوع ده يا حمص؟ يعني لفت نظري قوي موضوع ان هي حاجه ربطت بالموضوع الاولاني تبقى بسيطه او انت شايفها بسيطه بس هي مهمه. يعني هو انت مش قادر تشعر بالقران اللي بتقراه في المواصلات لانك شايفه حاجه بسيطه. هو الظاهر ان القران عندك لازم يبقى في الجامع مستقبل القبله، لا انت بتتكلم في ايه؟ ده بالعكس، لانك انت ده مش الطبيعي، ده مش الانفايرمنت، مش المناخ الطبيعي بتاعك. فانك المواصلات دي كنز. يعني كنت اعرف واحد يعني كان ساكن في التجمع وهو شغله في اكتوبر، وكان هينقل بقى في التجمع، فكان مش عارف يعني بقى. سالته بعدها قلت له عملت ايه يا فلان؟ ما شاء الله يعني، عشان لو كان بيسمعني يعني انا مش بحسدك. قال لي انا بقيت استنى الساعتين بتوع المواصلات، بعمل فيها كل حاجه، بقرا بقى القران، اسمع حاجه عايز بودكاست مثلا او فيديوز انا عايزه اسمعها ماجلها، اعمل تليفونات يعني لناس انا نفسي اسال عليهم من زمان. فانت فعلا يو نيفر نو، انت ما بتعرفش فين هيكون الخير يا حمص. فدي فعلا اقلها وادومها. يعني طبعا في رمضان احنا مش عايزين اقلها، يعني انت لو عندك وقت فاحنا هنجيب اخرنا، بس لو ما عندكش اظن يعني ممكن ان احنا نيجي شويه على النوم في رمضان. صعبه شويه بالذات في الامتحانات، بس نحاول يعني. مش تضحك عليا بقى، ما تقوليش مطبق وبعدين يجي يوم الامتحان مش بتذاكره. والله يوم الامتحان ده الوقت اللي بنستنى ننام فيه يا دكتور. معلش ما تنامش في رمضان، ما تنامش. وايه كمان ممكن يعني نعمل؟ ممكن السبحه برضو فرقت معايا برضو رمضان اللي فات، ان هي تبقى في ايدي على طول او قدامي تفكرني بالذكر. وحاجه تانية برضو ان انا كنت بحاول ان انا لو مش هنزل التراويح، ان انا لو بذاكر مثلا اقطع المذاكره بان انا اصلي ركعتين وارجع اكمل المذاكره وهكذا. جميل جميل جميل. والركعتين دول يبقوا قد ايه يعني فعلا تحاول تبقى فوكست فيها قوي. انا هصلي ركعتين دول وربنا يكرمني بالباقي، واحنا قلناها يمكن كمان في اول حلقه من رمضان فايبس. يعني انت قلت الذكر، يعني عارف يا حمص الذكر ده ياما طلعنا من محن، ياما في محن يمكن ما كناش قادرين نقعد نقرا قران كتير. ذكر يا شباب، انا عايزاكم تعملوا هوم وورك لطيف، تدخلوا على جوجل كده وتجيبوا اذكار كتير، يعني كانكم بتفكروا نفسكم بيها. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني الصلاه على النبي اذا يكفى همك يغفر ذنبك، لا حول ولا قوه الا بالله، دواء من 99 داء ايسرها الهم. يعني اعمل حاجات كتير، يعني هات اذكار، بس المهم تركز انك تعملها. المشكله ان احنا بننسى. حطها بقى قدامك في ورقه، حطها، يعني معرفش ازاي ممكن تفكر نفسك، بس فعلا الذكر مهم قوي 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 يا شباب. في حديث كده كنت دايما حافظاه، الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من ان تكنزوا الذهب والفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. الصحابه يعني قالوا بلى يا رسول الله، ايه اللي ممكن يكون احسن من ده؟ الذكر الله تعالى. فما تنساش الذكر ابدا في الانشغال. ماشي، عندك نصيحه لحمص وهو الدنيا؟ والله يا حمص انا بص، يعني هقول لك الزتونه زي ما بيقولوا. يعني انا مقتنع بحاجه حلوه قوي يعني، وريحتني كتير في خلال فتره الجامعه، وان شاء الله هكمل بيها. فكره الحديث بتاع الدال على الخير كفاعله. انت مش شرط ان انت تعرف تعمل كل حاجه، بس انت لو ظبطت الدنيا ان انت مش عارف تصلي، بس بعت للشباب يا جماعه تعالوا هننزل نصلي، او يا شباب انزلوا صلوا،
هم نزلوا صلوا انت خدت الثواب وانت لسه قاعد في بيتك، ده رقم واحد. رقم اتنين، حاول، انا كنت بعمل برضو حاجه تانية، ان انا التراويح والتهجد طبعا ما بعرفش اصليهم كلهم عشان الامتحانات وكده، بس كنت باخد العشاء ومعاها اول 4 ركعات، وبعد كده باخد لي ال4 ساعات اللي في النص دول بقى هنام لي ساعتين، هذاكر شويه، هعمل حاجه، وباخد اخر 4 ركعات في التهجد والسحور والفجر بس. فالموضوع ده في العشر الاواخر بالذات هتحس ان انت بقى بتعمل انجاز شويه، ان انت ما بتصليش كلهم بس بتعمل اللي تقدر عليه يعني. فجرب الموضوع عارف ده. يعني ايه لازم نكون اذكياء في العباده بتاعتنا؟ يعني من اهم الحاجات ان احنا نكون اذكياء مع ربنا سبحانه وتعالى واحنا بنعبده، وهو مدلنا المساحه دي سبحانه وتعالى. يعني لما معاذ يتكلم عن افطار صائم مثلا، فطر فيه صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. واللي انت بتقوله وكل الحلقه بتاعتنا بتدور خليك ذكي في العباده. ممكن تعمل حاجه بس بكذا نيه، يعني ما ساعتها اصلي ركعتين حاجه بنيه قيام الليل وبنيه سنه وبنيه دعاء، يعني قضاء حاجه. ايه يا جماعه في ايه؟ يعني عايزين نسال شيخ في اللي انا بعمله ده، بس لا، ببقى مرتاحه ان ربنا سبحانه وتعالى كريم وان انا فعلا اقدر اعمل ده. فكان في كمان اثر جميل جدا انا سمعاه زمان، بيقول لك ايه: استلقى رجل على ظهره فنظر الى النجوم، قعد يبص النجوم كده والله وجمالها، فقال سبحان من ابدعك وصورك. ودي حاجه بنعملها كتير، بص النجوم، احنا بنطلع احنا مع الفريق بتاعنا كامبات وبتاع، بص النجوم وجمالها ازاي. بس هو حس انه صافي، حس بصفاء، وحس ان في حاجه في قلبه مختلفه، فزود جمله قال اللهم اغفر لي فغفر له. فلما تحس نفسك صافي يا حمص وانت مثلا في انشغالك، او انت يا معاذ وانا كمان، لا حاول تدخل حاجه كمان. انا دلوقتي نفسي اقرا قران، افتح قران واقراه، يعني في حاجه بتبقى عايزها قوي. وعدد النوايا. انت كمان على فكره نيه المذاكره دي نيه مهمه جدا جدا. انتوا بتتكلموا في الحاجات دي احسن مني كمان. انا بقى عشان خاطر بابا وماما وعلشان مش عارفه ايه وطلب العلم، فتقولوا تبقى عمال تذاكر وحاسس انك بتذاكر حاجه ملهاش لازمه، لكن عشان طلب العلم انت بتبقى فعلا حاسس ان في كذا نيه. ففي كمان قصه كنت سمعتها عن واحد بيقول لك، قال لك ايه ده، في ليك دقيقه هتلم فيها حاجات من السوبر ماركت ببلاش. فالناس كلها مستنيه الدقيقه دي. في واحد بقى قاعد عمال يعمل هوم ورك بقى، قاعد يذاكر 2-3 لما ادخل الدقيقه هاخد ايه والقسم الفلاني والمسافه. ففعلا لما كانت الدقيقه اكتر واحد اخد حاجات من السوبر ماركت، جهز نفسه بالظبط. بس السوبر ماركت بقى ساعتها دي لا، احنا بنتكلم بقى على ايه، علاقتنا بربنا بقى. يعني طبعا برضو ولا السوبر ماركت جت تبقى حلوه، لكن علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، انك انت ازاي تقدر تعدد النوايا وتقدر تعمل حاجات كتير جدا حتى وانت مشغول. اوعى تستقل وتقول لا هو العباده لا الا تبقى كده لا الا فلا. وكمان وانتوا كمان يا شباب يا ريت تبعتوا لنا في الكومنتس لو في عندكم افكار بتاعه ذكاء في العباده وكده. يعني انا سعيده جدا بالحلقه الجميله دي. قلنا ايه بقى رقم 1؟ والله يعني خليك فوكست، صح؟ خليك فوكست وادومها وان قل، يعني صحيح. ما تستصغرش حاجه انت بتعملها. نية والنية انك تعمل، خليك ذكي في العباده بتاعتك، خليك ذكي في العباده. وخد حد معاك دايما، او انصح لما تنصح حد بحاجه او تعلمه حاجه انت تبقى بتذاكر وهو والعداد عمال يعد وتاخد ثوابك. شكرا جدا يا حمص، شكرا جدا يا معاذ، اجمل فايبس عملتوها في رمضان. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يا رب يتقبل مننا ونكمل رمضان كلنا على خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.